وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت مواصلة هجومها على قطاع غزة متجاهلة القرار 1860، واستهدفت صواريخ حماس اليوم مدنا عدة في إسرائيل. تقرير أمال شحاتي. أجمعت القيادتان السياسية والعسكرية الإسرائيلية على ضرورة مواصلة العمليات العسكرية في غزة وتوسيعها بما يضمن تحقيق أهداف خطة الرصاص المصبوب. وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في جلسة الحكومة أن بلاده تقترب من تحقيق الأهداف التي حددتها لعملية غزة. هذا هو الوقت المناسب لترجمة إنجازاتنا على أرض الواقع وتحقيق أهدافنا. إسرائيل تقترب من تحقيق الأهداف التي وضعتها. إننا نحتاج إلى صبر ومثابرة وجهد حتى نضمن أن تغير هذه الإنجازات الوضع الأمني في الجنوب، وأن تضمن الهدوء والأمن للسكان طوال الوقت. علينا أن لا نهدر في اللحظة الأخيرة ما حققناه من إنجازات بواسطة جهود غير مسبوقة. وتعمل إسرائيل في هذه المرحلة على مسارين في آن واحد: توسيع العمليات العسكرية والقضاء على البنى التحتية لحماس في موازاة الضغط الدولي لإحراز تقدم دبلوماسي يتجاوب ومطالب إسرائيل حول مصير محور فيلادلفي. نحن نواصل نشاطنا العسكري من أجل ضمان الهدوء في منطقة الجنوب وخلق واقع جديد لآلية تمنع تهريب الأسلحة. الجيش سيواصل عملياته بشكل ناجح ومجد برا وبحرا وجوا، وفي موازاة ذلك سنواصل فحص المسارات الدبلوماسية. إننا على قناعة أن لا تناقض بين الاثنين. وعلى أرض المعركة فما زالت صواريخ جراد والكاتيوشا والقسام تزعزع هدوء وأمن بلدات الجنوب الإسرائيلي، وتجاوزت 40 كيلومترا لتصيب منطقة كريات ملاخا لأول مرة. إطلاق هذه الصواريخ دعم موقف قائد المنطقة الجنوبية يوآف جلانت الداعي إلى الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية. وفي محاولة لتجنيد عسكري لموقفه، أشرف جلانت على العمليات في غزة، فيما روج عبر قيادة الوحدات العسكرية لرغبة الجنود في حسم سريع للمعركة وقدرتهم على ذلك. سنضرب بشكل مكثف ثم ننسحب. لا هدف لدينا للدخول إلى جميع المناطق والبقاء في البيوت. نحن لدينا محاربين أقوياء يمكنهم تنفيذ هذه الخطة. ودعمت جلانت في معركته تقارير استخبارية تتحدث عن مواصلة إيران في تزويد حماس بالصواريخ، غير أن اعتبار سلاح الجو تعرضه لصواريخ مضادة للطائرات نقلة نوعية لتوجه حماس في المعارك جعل الموقف الرافض للدخول المرحلة الثالثة الأقوى في هذا الوقت. الإجماع الإسرائيلي على مواصلة العمليات العسكرية في غزة على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة وسيلة ضغط إضافية على المجتمع الدولي من جهة ومصر من جهة أخرى للتجاوب مع المطالب الإسرائيلية على أن تخرج إسرائيل من غزة بمكاسب عسكرية ودبلوماسية في آن واحد. أمال شحادي من مدينة حيفا.